بالنسبة لي قطيعة زوج الأخت، الأخ يسأل جزاه الله خير، نقول هل نصله مع أنه هو القاطع؟ فأنا يعني أطالب الآن وأرجو الله أن يكون هذا الأخ الكريم يستمع إلي وقد وفقه الله تبارك وتعالى ويسر له الحج هذا العام، أسأل الله ألا يحرمه، أن يبادر هو بالصلة، أن يبادر بصلة أهله، لأن القطيعة ولا حول ولا قوة إلا بالله كبيرة من الكبائر، لأن قطيعة الرحم من الكبائر يا إخوة. كثير من الناس يستهين بهذه المعصية ويتصور أن الأمر هين وأن الأمر عادي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لما خلق الله الرحم، لما خلق الله الخلق قامت الرحم فتعلقت بالعرش، فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال لها ربنا جل وتعالى: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ هل تقدر على أن يقطعك ربك من رحماته وبركاته وستره وفضله وكرمه وجوده؟ هل تستطيع؟ أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى رضيت. قال: فذلك لك. قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله، أعوذ بالله، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فالصلة لا تكون إلا من قطيعة. ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ، يعني الصلة كما يقول الأخ هو يقطعنا، هو اللي بدأ، صله أنت، وهذه الصلة. فالصلة لا تكون إلا لمن قطع. إنما أنا جيل حضرتك زيارة وأنت تجيل الزيارة، هذه مكافأة. فالواصل ليس بالمكافئ، الذي يكافئ من فعل له معروفا يرد له المعروف، إنما الواصل هو الذي يصل من قطعه، هو الذي يصل من قطعه، وهو الذي يعطي من حرمه، وهو الذي يحسن إلى من أساء إليه. وأسأل الله عز وجل مع بداية الشهر الفضيل الشهر الكريم أن يطهر نفوسنا وقلوبنا وصدورنا، وعلى الأخ أن يستعلي على أحقاد نفسه وشهواته وأدران النفس والصدر، على المسلم أن يستعلي على هذا، وأن يعلم أنه إن ذهب إلى أخيه فإنما هو يفعل ذلك طاعة لله. والله لو أنك ذهبت إلى هذا القاطع وردك وأغلق الباب في وجهك فكأنما أسففته المل، يعني كأنما أطعمته التراب، وقد أديت ما عليك، ولا إثم عليك ولا حرج بعد ذلك إن شاء الله تعالى. وأسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا مودة ومحبة ورحمة. إنما المؤمنون إخوة، فإن وجدت أخوة بلا إيمان فاعلم بأنه إيمان ناقص، أو إن وجدت إيمانا بلا أخوة فاعلم بأنه إيمان ناقص، وإن وجدت أخوة بلا إيمان فاعلم أنها ليست أخوة الدين، إنما هي التقاء مصالح وتبادل منافع. إن انتهت المصلحة وانتفت المنفعة عاد كل واحد إلى مكانه وإلى ميدانه. أسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا.